السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هكلمكم، يعني هقول لكم نصيحة مجانية. عاوز تتعافى من أي مشكلة في حياتك؟ عايز تخرج من أي مشكلة في حياتك؟ طب عايز تعيش حياة كويسة؟ هقولك تعمل ايه. الأول لازم تفهم حاجة واحدة بس، إنه أي حاجة بتقولها لنفسك وانت قاعد مع نفسك، سواء بهزار أو بجد، بيتم تطبيقها عملي بعدين، لو كنت بتهزر مع نفسك او كنت بجد. يعني انا على سبيل المثال، لو انت قلت انا تعبان، الكلمة دي انت بتستهون بيها، تمام، بس مع مرور الوقت لو فضلت تقولها لنفسك، يعني مع مرور الوقت عقلك بيدعمك فيها وبتصبح امر واقع. حتى لو ما كنتش تعبان بيتم تطبيقها عليك انك انت عيان، لانه عقلك خلاص هو فهم كده وطبقها عليك. تمام. لازم لما تيجي تحدث نفسك حدثها بكلام ايجابي، قول لنفسك كلام ايجابي يقويها. اوعى تقول كلام يكسر من نفسك او كلام يهزك. دايما خليك ما تقولش الكلمة، حتى لو بهزار، ما تقولش انا تعبان، ما تقولش انا كسلان، ما تقولش انا فاشل، ما تقولش اي حاجة سلبي. دايما لما تيجي تحدث نفسك مع نفسك تقول كلام ايجابي، كلام تزود الثقة في نفسك، كلام. اوعى اوعى تقلل من نفسك. لو رسمت الصورة اللي جوه دماغك انك ضعيف هتفضل ضعيف مهما قعدت وسط الناس، مهما كله هتحس نفسك شايف نفسك جواك ضعيف. حتى لو بصلك حد بصة هتقول ايه، شايفني ضعيف. هتعرف نقطة ضعفك على طول. فانت عشان تثبت لهم انك قوي حدث نفسك بكلام ايجابي. انا قوي، انا مش ضعيف، انا مش تعبان. الكلام ده بيتم تطبيقه مع الايام، انت مش بتحس بيه. العقل هو الداعم، الدماغ دي حسب ما بتقول لها بتطبقه عليك. ايا كان بتقول لها ايه بيتم تطبيقها عليك، حتى الكلام لو بهزار. اوعى تحدث نفسك بكلام، لانك انت اللي هتدفع الثمن. تمام. نصيحة مجانية دي ليكم.